لو انتي من اصحاب البشرة المختلطة زيي وبيطلع لك ساعات حبوب صغيرة تحت الجلد، يبقى الفيديو ده ليكي. هخليلك وشك بينور في البيت. يلا بينا مع بعض. هنجيب مع بعض هنا صمغ عربي وهننقعه في نص كوباية مية، وهنجيب كمان لبان دكر وهننقعه في نص كوباية مية، حبة صغيرين يعني معلقة مثلا ومعلقة، وهننقعهم في كوبايتين. الكوبايتين دول هم دول اللي هستخدمهم. وهنا عندي جيلاتين بودر كنت جايباه سايب. براحتك، عايزه تجيبيه من عطار، عايزه تجيبيه من اي حد حواليكي. وهحط بقى عليه نقطه من ميه لبان الدكر اللي اتنقعت ونقطه من الصمغ العربي. طبعا انا المفروض احطهم دافيين علشان الجيلاتين يبدأ يشتغل ويدوب. طب انا ما قدرتش ادوبه، ممكن ارفعه على النار شوية صغيرين خالص. لكن لو قدرتي من الاول تحطيهم دافين خلاص. هنا بحاول ادوبه كويس، وهحط له زي ما قلت لكم ميه لبان الدكر وميه السمن العربي. عايزه اقول لكم ان الماسك ده رهيب في ان هو بيشيل الدهون الزياده من البشره، وحلو جدا للبشره المعرضه للحبوب، سواء كانت بشره دهنيه او بشره مختلطه. كمان هنا ضفت حبه قهوه صغيرين. ليه بقى؟ لان القهوه بتشد معايا البشره وبتمتص اي دهون زايده في البشره، وكمان بتمليلي الفراغات وبتديني نعومه، فبتشيلي اي جلد ميت من البشره. القهوه اصلا مفيده جدا 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 للبشره. زي ما قلت لكم كده، انا اهو عملت كل المكونات بتاعتي. يبقى كده حطيت الجيلاتين ومعلقه قهوه، وكنت نقع لبان دكر وصمغ عربي. وهنا رفعتهم على النار شويه زي ما انتم شايفين، لان لازم يبقى دافي علشان ميه الجيلاتين تدوب. تمام. اول ما هحس ان هي تمام كده على النار هروح طافيه، وطبعا هستنى انه يبرد وهفرده على بشرتي زي ما انتم شايفين. هسيبه بقى على بشرتي لغايه ما ينشف خالص، وهبدا اشيله واحده واحده. هتحطي منه مرة او 2 على بشرتك، يعني كمية كويسة كده لغاية ما تحسي ان بشرتك كلها اتغطت، الكمية كلها غطت بشرتك كويس. وبعد ما بينشف احس ان هو كده عمل طبقة ممكن تتشال، بسيبه بقى واحاول اشيله واحدة واحدة بالراحة زي ما انتوا شايفين. هتلاقيه شال معاكي بقى كل الخلايا بتاعت الجلد الميت اللي على بشرتك. لو عندك شعر وبري هيشيلهولك. لو عندك كمان دهون زايدة في بشرتك خصوصا حوالين الأنف، المناطق دي وفي الجبهة اللي هي بتبقى عرضة للحبوب، هتلاقيه برضو شالهالك. بس انتي حاولي بالراحة وانتي بتشيلي، وطبعا ناخد بالنا واحنا بنفرد الماسك ما نحطش حوالين عينينا، لان دي بتبقى طاق الجلد بتاعها رقيق وممكن يوجعنا واحنا بنشيل الماسك. طبعا المنطقة دي يعني يحبذ ان احنا ما نحاولش ان احنا نحط فيها خالص ريحه حوالين العين، علشان جلدها رقيق وممكن يتعرض لان هو يبقى فيه تجاعيد. زي ما انتوا شايفين انا بشيل واحده واحده بالراحه علشان ما اعملش اي تجاعيد في بشرتي. طيب هنا شبك في الحواجب، ممكن بسهوله جدا يا اما اشيله، يا اما لو حسيت ان هو ممكن يعني يقطع شعر من الحواجب بتاعتي، لا هسيبه خالص واشطفه بالميه هيطلع عادي جدا، ان هو بيدوب في الميه عادي الماسك ده. بس هدفه ان انا اشيل بيه خلايا الجلد الميتة والشعر الوبري. بجد الماسك رائع رائع رائع، عامل زي الماسكات اللي بيجيبها من بره اللي هي البيل اوف، اللي هي بتتشد زي ماسكات بوبانا والحاجات دي والماسكات الغالية. فده البديل بتاعه اللي ممكن تعمليه في البيت. حسيتي ان مكونات القهوة والبن الدكر والسمن العربي مش مناسبة لبشرتك، اعملي مكونات تانية مناسبة لبشرتك. بس انا عشان بشرتي مختلطة، المكونات اللي انا بقولها دي مناسبة للبشرة المختلطة والبشرة الدهنية. لبان الدكر حلو جدا في ملء الفراغات وفي النضارة للبشرة، والصمغ العربي حلو جدا في ان هو بيزيل التجاعيد وبيعمل ترطيب عميق للبشرة. وكمان معانا